ايه طيب كملي يلا. الحين طيب. أول شيء بسم الله. الحين احنا نبغى الأساسيات. أول شيء طيب أول شيء شنو؟ خميرة. زين. هذه وين الموية؟ هذا خميرة وشنو؟ خميرة وسكر. هذا الأساسيات. طيب هذا الموية أول شيء نخمر الخميرة. هذا الحين أساسيات العجينة. أساسيات العجينة لازم أول شيء تحط السكر مع الخميرة. هذه طيب خميرة. هذه خميرة ملعقة قلتي لي صح؟ أي ملعقة خميرة وملعقة سكر. 3 ملاعق سكر. طيب. إذا بتسوي سينابون ولا بتسوي وش النحل. طيب تمام. زين. تترك الخميرة مدة 5 دقائق 10 دقائق على حسب ما تفور. هي من نفسها بتفور. أي هي من نفسها بتشوفها مبلبظ. طيب اوكي تمام. طيب بعدها الحين هذا الحين اول شيء الخميره. يعني الخميره الحين اول شيء بحط لي مويه هنا. هذا موية لتر دافية مش حارة. طيب هذا الحين لتر ولا كم؟ لا أنا حطيت كاس بس عشان الخميرة. طيب الحين انا حطيت كاس. زين. أي. كاس مويه. أي. بعدها ملعقه خميره. أي. بعدها 3 ملاعق سكر مع كل ملعقه خميره. اي ملعقه خميره بحطها 3 ملاعق سكر. طيب هذا الحين خلصنا الحين النقطه الاولى. طيب النقطه الثانيه ملعقة خميرة بيكنج باودر. ايه هذا دقيقه الحين صح؟ اي 3 أكواب دقيق. 3 أكواب دقيق. حلو. وملعقه خميره. ملعقة خميرة ورشة ملح. ورشه ملح وبيكنج باودر. اي بعدين كب الكب هذا حليب. طيب هذا الحليب. انزين. بعدين حطينا حليب. زين. حليب. اي اخلط شوي. طيب خلاص. سوي حفرة شوي عاد محمد. لا تسوي زي كذا. طيب صب الزيت. هذا الزيت صح؟ اي زين. وين اصبه في النص؟ اي صبه في النص. هذا صبتنا في النص. يلا. اي زين. خميرة. تقولي الخميرة وانا بصب خلاص. انزين. طيب هذا الخميرة. اوكي. في الوسط محمد. في الوسط لا يطلع. في الوسط. قاعد يطلع. اي قاعد يطلع. يلا. سوي حفرة. طيب سوي حفرة. هذا كذا. ايوه كذا يلا. ايوه كذا بس. شوي على العجينة عشان شو اسمه. ايوه يلا صب مويه لانها قاسيه. طيب اعطي. لا تسوي. لا انت قاعد تلمها. طيب انا ابغاك تسوي زي كذا. اوكي. زي اصابعك باصابعك. باصابعي كذا. يلا. ايوه يلا جيب المويه الحين. يلا دقيقة. كب في الوسط هنا. مو تكب زي مساع. طيب. خل لها حواف كذا. طيب اوكي تمام. طيب بانا. شوفي كمان. ايوه اي كذا. لم لم واعجن. يلا حط مويه بعد زياده. مويه زياده. طيب زين. بس خلينا نشيل في يدي. لا بالوسط. اي بلل العجين. ايوه بلل العجين. ايوه يلا. زي الهنود. انت حي والله زي الهنود. بس خلني اعلمك شلون تسوي عشان ما قاعد كل شوي اوصف لك. انت عجنك غلط. طيب انا قايل لك من اول علميني. بس دقيقه. يلا تعال انت هنا. خلها في يدك. خلها. طيب اوكي. اشوف يدك اشوف. العجين اسوي. خلاص فهمت. تبينا؟ مو بكف يدك. بس بصابعي. حبيبي شوف. لم بصابعك وبعدين بصابعك. لم بصابعك وبعدين بصابعك. طيب شيل وارفع. طيب يلا. بس عاد. يلا اشوف. خلنا ازيد لك. لازم نزيد الدقيق عشان تقوى العجينه. يلا. طيب مو كذا. معلش. غلط. غلط. ليش؟ قول ليش. عشان ما يصير فيها جلوتين كثير. روح انت الحين راقب. روح
اوكي شوف كذا، إيه. اصابعك هذه اوكي تمام. سوها كذا كفوفك، إيه. مو كذا زي مساع، كفوفك كذا ايوه وشيل وحط. انزين الحين انت تحتاج عجين، انزين ولا لا؟ فكها كذا وتحط ايه الطريقه هذه، طيب وبعدين تلمها كذا شوي شوي. ايوه انزين لا يروح منك العجين، تفردها على الطاوله كلها، زين وبعدين شو يصير العجين فيها جلوتين كثير. طيب شفت شلون؟ الحين عاد ابتدت تكسى شوي، تبتدي كذا شوف تلمها كذا. ايه تضغط على تحط هذا مش هذا كذا، تدزها. ايه انزين زين تلمها وتدزها، وتلمها وتدزها طيب كذا كله باطراف اصابعك الحين زين تمام كذا، تدزها بالشكل هذا. طيب شلون عرفت انها استوت؟ ايه انها تبتدي تنشال عن هذا وتكسى وتفك من يدك شوي، يعني حتى التلزق هذا يروح هذا. طيب احنا الحين بنسويها سينابون، لازم تصير شوي لينه. طيب قاسي بس لينه. شلون لينه لكن قاسيه في نفس الوقت. وتسويها شوي شوي. ليش؟ عشان ما تصير قاسيه واجد ولا تصير لينه كثير. طيب شفت شلون؟ ها طبعا شغل العجانه، ايه بس اليوم شغلي انا عشان تعرف الملمس يعني. ايه دائما كذا بصابعك كذا هالشكل، كذا اصابعك مش كفوفك، اصابعك. ها وتعجنها لمده 10 دقائق وانت تسوي زي كذا. اذا وصلت العجينه هذه ايه خلاص 10 دقائق وانت تسوي فيها زي كذا. اذا بيدك بالعجانه خلاص هي تعجنها، تشوف القوام حقها خلاص تخليها تنعجن ربع ساعه 10 دقائق وخلاص يعني. بس وتلمها. انزين ولا لا؟ وخلاص خلصنا. بس ها لينه كويسه. طيب شوف انت تلمسها. طبعا انا بعطيك شويه طحين، حطه بيدك عشان يفك. يفك وعجنها فيها. احنا قلنا كذا صح؟ ايوه كذا ايوه كذا من اليمين والحط. يمين يسار فوق تحت. اهم شيء الطريقه الصحيحه في العجنه. لانك لو عجنتها زي العجنه اللي انت تسويها العجين نفسه يخترب. طيب تمام اوكي. لم لم ايوه اوكي. تمام. طيب الحين هذا اللي بنشيله. لحظة حط عليه بعد طحين. لا خلاص خلاص. طيب دقيقة. يعني أول شيء إحنا سويناه كذا بالأصابع، بعدين أيوه كذا. تمام. تمام أيوه كذا مدة 10 دقائق. لا تضغط، لا تهوس عليها. ايه بس كذا خفيف. ايه لانك انت يعني ما شاء الله رجل، فتهويستك قوية. اذا شفتها تلزق في يدك كذا حط شوية دقيق في يدك. في يد دقيق؟ ايه في يدك ولا كب عليها. يلا كب عليها. طيب. هو المفروض يصير طبعا عندك زي القرشة كذا تكوب، افضل من انك تخليه بالكيس يعني. طيب هذا قديش نجلس نتعلم الحين. طيب بث عليها بث كذا. ايوه بس 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 عشان ما تقسى. طيب. يلا فكها بس من يدك. يلا خلاص خلاص.
الحين تمسك هذا تزيته، إيه. تحط فيه شوية زيت وتخليها تخمر. طيب. اوكي. وين البيالة فيها؟ في ترى فينا طحين جاها شوي. عادي؟ من هي؟ هذا العجين. لا خلاص بس لأنها بتكسر كذا. إيه. طيب. بنحوسها شوي. ايه. تحطين زيت؟ اي عشان شوي ما تكسي، يصير عليها زي القشر. طيب. وتحط على وجهها كذا، تسوي فيها زي كذا. طبعا نشوف ما كملت اللي هو الدقيق. تلمها كذا، تلمها بالشكل هذا. بعدين تاخذها تحطها بالمعون وتزيت وجهها وتغطيها لمدة، طبعا احنا عشان خميرتنا زين وكل شيء زين ما بتاخذ لها الا نص ساعة. طيب تمام، يعني الحين عجنت خلصت نص ساعة نص ساعة تقريبا. ايه. هذا الحين خلطة السينابون. اوكي. يلا شنو هذا الحين؟ ملعقتين سكر. ملعقتين سكر. طيب. ملعقتين كاكاو. ملعقتين كاكاو محلى. طيب كله ملعقتين صغير حق شاهي. ايه. انزين. ملعقتين او ملعقة كاكاو. ملعقة كاكاو عادي خام اسود. يعني كله ملعقتين. ملعقة انت حطيتيها؟ هذه ملعقة لاني عبيتها. طيب. ما عبيتها ملعقتين. انزين. طيب. شوية نسكافيه. طيب. يعني ملعقة بسيطة يعني. كافي. بعدين اللي هو جيب هذيك اللي هناك في النص. شنو؟ الدارسين. هذا؟ إيه؟ طيب دارسي. هذا الدارسين. زين تقريبا 4 ملاعق. طيب. يعني يعتبر 4 لأني أنا عبيتهم. طيب. بس خلطهم بس. بعدين؟ بس حق الحشوة بعد شوي. طيب. طبعا لو كانت شو اسمه كويسين هذول الصواني يعني تحط شو اسمها وما عندك ورق زبدة يعني تحط هذا تحط زيت. احط زيت. ايه. بس الورق الزبدة احسن. ورق الزبدة احسن، اول شيء يحميهم من الاحتراق. وثاني شيء يعني يكون سهل يعني. طيب. بعد منه. طيب. طبعا احنا ما عندنا زبدة. انزين. فبنستخدم زيت الزيتون. طيب الحين عوض زيت زيتون زبدة. ايه بعد شو نسوي ما في. طيب الحين بتحطين زيت زيتون. طيب عشان بنحطه على شو اسمه؟ السينابون. تبلل يدينك. طيب انزين بليت يدينا. طيب. بعدين بتاخذ لك شوية عجينة. طيب اوكي. وتغطي العجينة مرة ثانية عشان ما تيبس بعد. طيب انزين. بتحطها هنا. طبعا هذا على هنا. طيب يلا. تقصقصها. طيب. بعدين بنكورها. يعني تسوين قطع. ايوه بسوي دوائر. طيب. طيب. شفت كيف العجينة الحين انها ناجحة؟ ما قاعدة تتلزق وتصير شغل حركات. زين اوكي تمام. طيب. انت الحين جالسة تكورين؟ اي اكور اول احسن. طيب. هذا انت تمرست، شوف كيف الطريقة اللي تعجبك.
طيب الحين طلعت لك كذا قطعة، ايش بتسوي فيهم؟ كذا قطعة. زين. بسوي كذا. أنا طبعا أبي سينابون بالدوائر. طيب. زي عش النحل. بجيب هذا الزيت، لازم هي زبدة. احنا بنحط زيت عشان يلزق. زيت زيتون الحين. ايه. وبعدين شوية اها. شوية من السينابون، وإذا عندك مكسرات ولا عندك شيء. طيب. بعدين نسوي زي كذا. نكلمها على بعض. طيب. تسكرها من تحت. زين. تسوي لها أول. بعدين تسوي لها كذا. طيب تمام. وتصفها. طيب. زين. طبعا الزبدة في السينابون أحلى وأحلى. زين. تطلع لها طعم، تطلع لها نكهة. طيب. تطلع طعم السينابون نفسه. طيب. بعدين فوق. بس ايه بس ايه. ايوه يا سلام، صار محترف الولد. والله ما شاء الله. ايه اللي حطيته بسرعة ما شاء الله. يلا يلا تسويها. اي انا قلت لك انا جاد يعني، والله ما امزح. حطهم برا وبعدين نصفهم. حطهم برا. اي. طيب الحين بتسوي لي الزعتر صح؟ اي. طيب الباقية هذول بنسوي لهم زعتر. زعتر. زين يلا. بنحط زيت زيتون طبعا، واكيد ولازم. ايه. لان هذا عكس الزبدة. إيه يعني لا لا. الزبدة هذا السينابون. السينابون. اذا انا بسويه على زعتر. ايه زيت زيتون، مش زيت عادي ولا زبدة. زيت زيتون لازم. زيت زيتون لازم. طيب تمام. واحد. ممكن 2 على حسب عاد مقدرتك، ما ادري الحين كم كيف. زين بعدين نخلط. طيب. نفس الحركة اللي سويناها في هذه نسويها هنا. تمام. نفس. يعني انا احط الحشوة في النص. ايه. ونفس الفكرة بالضبط. نفس الفكرة بالضبط. طيب. جبن، زعتر، ذا شو اسمه سينابون. انت تبي تسويه عش النحل. اذا انا بسوي نفس عش النحل. اي نفس عش النحل. بتسوي اشياء ثانيه بنعلمك بعدين الخطوه اللي بعدها. طيب عشان اول شيء نعرف. طيب الحين جبنا الخباز. طيب خبازه. طيب الخباز زين ولا لا؟ طيب الحين حرارتها الممتازه 180 حق المعجنات. الحين حق هذه الحين 180 معجنات 180. ايوه 10 دقائق 5 دقائق بالكثير. 5 دقائق بالكثير 10 دقائق. طيب هي 5 دقائق لانها سريعه. طيب شو بنسوي الحين؟ طيب نحميها. طيب كم الحين نحميها؟ كم ناخذ؟ نحميها 10 دقائق. طيب 10 دقائق حلو. بعدين واحنا نلف كذا قبل ما نخلص راح نشيل هذه الصينيه نحطها هنا فوق. ليه؟ ليه؟ علشان تاخذ حراره وتنفش شويه قبل لا تخش. قبل لا تخش. اي بس قبل بعد ما نحطها على الحراره نجيب هذا اللي هو الحليب العادي. طيب. او بيض. ايه زين. بيض او عشان تحمرينه يعني. عشان يطلع له الوجه هذا الاصفر. طيب. بالفرشايه. مو زين. طبعا في ناس يسوون. هذا الحين حليب محلى صح؟ لا هذا حليب عادي. حليب عادي. اي نلفها كذا. حليب بارد يعني؟ اي حليب بارد. حليب اي. بس انا هذا حليب بني يعني. طيب اوكي حليب بني يعني مبخر. حليب مبخر. حليب مبخر. طيب. تبيه يطلع له ريحه. جيب الفانيليا. شوفها هنا. ايوه عطني اياها فكها. طيب اوكي. لها فتحه. اي هذه. طيب دقيقة. تمام. ترش على الحليب شويه هذا. طيب. فانيليا او فانيليا سائله عادي ما عندك مشكله. طيب. بعدين تقعد تسوي كذا. طيب تمام. ليه انا صبغتهم قبل هذا. طيب. قبل ما ينفشون. اوكي. لان اذا انفشوا ما نبقى نحركهم عشان ما يهبطون. تمام. وعادي لو نغرقهم، خاصة انهم هم شنو بس مو بتغريق. طيب. بنحطهم فوق السخان علشان ينفشون. اوكي تمام. يعني كم طيب فوق السخان يجلس المفروض؟ انت بتشوفهم اصلا ارتفعوا يعني. طيب. 5 دقائق 10 دقائق ما تتقلب 10 دقائق وما تتغلب. شوف كيف ابتدت تنفش. هي ممكن تنفش في الفرن. طيب. بس احلى شيء انها تنفش وشو
قبل ما تستوي. يعني تستوي من تحت اول. اي لا، تنفش اول بدون استواء من تحت. طيب. لكن لو دخلتها بالفرن هي بتنفش، لكن ايش بيصير؟ وين؟ تستوي اول. تستوي أول. طيب اوكي، يعني اول شيء فوق 5 دقائق، إيه. بعدها ادخلها 10 دقائق. اي شوف شلون ابتدوا يترصصون مع بعض، شوف شلون انتفخوا. طيب ممتاز. طيب الحين هذا اللي انت تشوفينه وين وين النفش الحين؟ النفش انه شوف شلون تسكرت المناطق كلها وارتفعت. تمام. يعني الحين هذا كله الحين نفش الحين. إيه. خلاص. إيه. هذا من حرارة هنا. من حرارة الخبازة. طيب. طيب الحين شو الخطوة اللي بعدها؟ الخطوة اللي بعدها اني بسحب هذه عشانها حارة اصلا. طيب. وبمسكها بالطريقة هذه، بفتح الخبازة. أيوه. بدخلها في الخبز. طيب. مباشرة. وبوقت التوقيت إيه. على 10 دقائق. يعني بتخلينا 10 دقائق إيه. تقريبا وتنتظرين. وحرارة كم؟ الحرارة 180. طيب. طيب الحين فتحي خلنا نشوف. تمام. ايوه خلاص الحين خلاص. الحين كذا هو إيه خلاص كذا يعتبر الحين مستوي إيه صح؟ خلاص. ايه من فوق ومن تحت مستوي. تمام. طيب والثانيات لا الحبة؟ خلهم، ده اللي ما عليك منهم. طيب اوكي تمام. طيب الحين مش بتسوي بتدفين على طول؟ بسحبها كذا. ايوه. على طول هنا. تمام. اوكي. زين. إيه، طبعا بقرب هذول هنا عشان يستوون. طيب. ما انا شو اسمه زي ما قلت لك. طيب اوكي. تلبس قلتي. هذه. ايوه. زين ولا لا؟ نعتبر هذا الحين سطح الفرن. ايه. تسوي كذا عشان وتسحبها بس وتحطها ايش؟ على الفرن. ما يحرقك. ما تدزه على الفرن. لا كذا ممتاز. طيب اوكي. خله. مم. الحين شو بنسوي؟ بما انك بتسوي سينابون إيه. مع اللي هو عش النحل. طيب. على الاختيار اذا زين. عسل ولا اذا حليب محلى. زين. طيب. تخض الحليب المحلى لانه يفصل. زين. بعدين تقوم تسوي له بهالطريقه هذه، تسقيه حليب محلى لانه احلى شعر بالحليب المحلى. بس انا ما احب الحليب المحلى، بس على السينابون احبه. وتبذ اذا عندك مكسرات. تمام. كذا الحين احنا خلصنا طبخة اليوم هذا. إيه. طيب. طبعا هذا عشان ما ينشف ويصير مو بحلو. طيب. المفروض يصير فيه شيء اكبر منه تغطيه. ايه. لكن يكون داخله مناديل ورق. ليه؟ عشان اول شيء ما يلزق فيه هذا، وثاني شيء علشان ما يبس. طيب. يجبس. يعني شوف انا غطيته هنا.